النهاردة هنعمل أكلة مصرية 100%. هي الجلاش باللحمة المفرومة. يعتبر بالنسبة لمصر كلها هو حرفيا معشوق الجماهير، لأنه بينزل على السفرة ما بيقعدش. فيلا بينا على طول نشوف هنعمله ازاي. الفيديو ده مهم جدا للناس المبتدئة اللي ما بتدخلش المطبخ. يلا بينا. أول حاجة حطيت شوية زيت صغيرين، هبتدي دلوقتي أعصج اللحمة. ودلوقتي حضرت بصلتين كبار وهنزل بيهم، فرمتهم وهنزل بيهم في الزيت، وهفضل اقلب فيهم كده لغايه ما احس ان هما نوعا ما دبلوا. تقدروا كمان تتحكموا في كمية البصل. انا هنا حطيت بصلتين كبار، تقدروا لو عايزين تحطوا 2 وسط او واحدة كبيرة بس. ودلوقتي هنزل باللحمة، اكتفيت بربع كيلو لحمة بس، وده شايفاه مناسب جدا جدا. ودلوقتي ابتديت ان انا افتت اللحمة كده بالمعلقة عشان اضمن ان مفيش فيها اي تكتلات. ودلوقتي هنزل بالبهارات. حطيت 2 ورق لورا، وحطيت رشة فلفل اسود، وحطيت رشة بابريكا، وحطيت رشة قرفة، وحطيت رشة هيل مطحون. تقدري تحطي طبعا، والملح، الملح حسب الرغبة طبعا. تقدري تحطي التوابل اللي انتي حباها. دلوقتي حطيت رشة هيل. ودلوقتي هبتدي اقلبهم كده مع بعض واغطيهم لغاية ما احس ان كل حاجة استوت مع بعض وتمام. ودلوقتي خلاص العصاج جاهز معايا، هركنه على جنب. ودلوقتي هبتدي احضر الجلاش. عندي لفة جلاش كاملة هقسمها بالنص وهغطيهم. انا كده دلوقتي هقسمهم بالنص تمام زي بعض، يعني بالتقريب كده، مش لازم تقعدي تعدي الورق. ودلوقتي هبتدي الفه كده واركنه على بعض لغاية ما اجيب صينية مناسبة. انا جبت اكبر صينية واشتغلت فيها. دلوقتي من تحت كده دهنتها بالسمنة، اي مادة دهنية، زيت، سمنة، زي ما انتي تحبي بالظبط. وجبت ورقة جلاش وهعملها بالمنظر الغريب اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. اول ورقة حطيتها. دلوقتي هدهن اي مادة دهنية عندك، سمنة، زيت، زي ما انتي متواجد عندك، بس يستحسن سمن يعني. ودلوقتي تاني ورقة هحطها متنية. انا فردت الورقة وقسمتها بالنص، وهدهن ما بين كل ورقتين سمنة. هي كده تعتبر ورقتين لاني انا تنتها بس لغاية ما اخلص الكمية كلها. ودلوقتي هبتدي انزل باللحمة اللي عندي او العصاج اللي عندي. ممكن اضيف موتزاريلا لو انتوا عايزين، برضو هتغير في الطعم وهتخليه طعمه حلو قوي. ودلوقتي هبتدي احط بقية الورق. قسمته بالنص وابتديت احط ما بين كل ورقتين سمنة. ودلوقتي هقطع الجلاش وبعد كده هحط المادة الدهنية. مرضيتش احط المادة الدهنية قبل ما اقطع عشان ما يقعدش يطلع معايا كله. وخلاص كده انا خلصت صينية الجلاش. ناقص حاجة واحدة، ان انا اسقيه. دلوقتي جبت نص كوباية لبن، عليهم معلقة سمنة او زبدة. ممكن تحطي كوباية كاملة، انا بحب الجلاش يبقى كريسبي ومقرمش معايا، فحطيت اكتفيت بس بنص كوباية وده كان تمام جدا. هحطه ازاي او هسويه ازاي بيختلف برضو من فرن للتاني. بيتحط على الرف اللي في النص. معلتش درجة الحرارة جامد، كانت على درجة حرارة 200 عشان يستوي كويس وما يتحرقش مني. وطلع مظبوط جدا وقمر جدا زي ما انتوا شايفين. بتمنى الحلقة تكون عجبتكم، واشوفكم تاني في فيديوهات تاني. وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. وسلام عليكم.